السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الحليب السخنة. كيكة جميلة وحلوة قوي وسهلة جدا وطرية جدا جدا. مكوناتها زي الكيكة العادية بالظبط. بصوا بقى معايا المكونات بتاعتي اهي كلها وهنشتغل بيها. تمام، ربع كوباية زيت، نص كوباية لبن اللي هو حليب، معلقتين زبدة كبار، بيضتين، فانيليا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، السكر 150 جرام سكر، الدقيق 140 جرام دقيق، وذرة ملح. تمام، اللي انا هعمله دلوقتي اللي انا هحط البيض وعليه السكر بتاعي. تمام، وهبدأ اللي انا افضل اضرب فيهم لحد ما يبقى اللون اللي هو الابيض. بصوا مضرب يدوي اوكي، بس انا عملته بالمضرب الكهرباء بتاعي. تمام، بصوا انا دلوقتي حطيت البيض بتاعي، بيضتين كبار كده حلوين. تمام، وانا مشغله الفرن من اول ما اشتغلت عشان الفرن لازم يكون سخن عندي، فانا مشغله الفرن وهبدا بقى اللي انا اعمل الخليط بتاع الكيك بتاعي. تمام، انا هنا بوريكم ان انا حطيت البيض وهحط السكر 150 جرام. انا معايره كل حاجه بالميزان عشان تبقى كل حاجه دقيقه، يعني احسن بالميزان. تمام، وهحط الزيت بتاعي ربع كوبايه زيت، ده كله بالكوبايه المعياريه، وهبدا زي ما قلت لكم انا اضرب فيهم لحد ما هتشوفوا دلوقتي اللون والقوام اللي احنا عايزينه. حاجه كده بتبقى جميله كده زي ما انتوا شايفين اهو، لون ابيض. يعني انا حاولت اضربه على قد ما اقدر. خلاص، دلوقتي بقى هعمل ايه؟ انا هسيب الخليط ده كده على جنب. بصوا انا برضو بوريكم القوام بتاعه بقى تقيل شويه ازاي. قبل ما اسيبه على جنب هحط الخطوه دي، صحيح هحط الدقيق بتاعي. تمام، وهحط عليه البيكنج باودر وهحط عليه رشه الملح. انا مقسمه الدقيق، هتلاقوني حطيت تاني اهو، ده الدقيق التاني انا مقسماه 100 ومقسماه 40 على طبقين يعني، وهحط معلقه من البيكنج باودر. بصوا جربوها صدقوني، الكيكه دي بتبقى هشه وحلوه جدا، بس التركات بتاعتها هي اللي لو عملتيها مظبوط هتطلع معاكي مظبوطه، والفرن بتاعك ما يبقاش حامي قوي. هبدا بقى اللي انا بصوا اقلب لحد ما الخليط بتاعي يتجانس كده مع بعضه، اللي هو الدقيق ده انا ما اشوفش دقيق. وسهله جدا على فكره، والخطوه اللي جايه هتخليها اسهل كمان، خطوه اللبن. لان انا جبت حله صغيره زي ما انا هوريكم دلوقتي. بصوا القوام بقى انسيابي ازاي، مفيش كلاكيع مفيش اي حاجه. دلوقتي انا جبت حله صغيره وهحط فيها نص كوبايه الحليب بتاعتي، وهحط فيها مكعبين الزبده. وهعمل ايه بقى؟ هحطهم على النار لحد ما يوصلوا لدرجه الغليان، لحد ما الاقي اللبن بتاعي كده بيغلي اروح شايلاه من على النار، والزبده هتدوب في اللبن. هي دي الخطوه، وحاجه جميله وما تخافوش. اللبن لما يغلي وهاجي احطه على خليط الكيك بتاعي، اللبن البيض طبعا مش هيتسلق يعني ولا اي حاجه. بصوا بالراحه كده، معلش طالعه مني بره. بصوا عشان الخطوه دي لازم اعملها بسرعه، انا بقلب بالراحه بس ما يعني ايه، ما تحاوليش تسيبي الخطوه دي وتمشي يعني. شايفين اهو، طبعا ولادي حواليا طبعا ربنا يخليهم ليا، مامي بتعمل كيك بقى فلازم يبقوا معايا في المطبخ. بصوا هبدا اللي انا ايه اخلط، يعني ايه ما تسيبيش المكون بتاعك معي. بصوا هتلاقوها بقى انسيابيه كده وحاجه كده فظيعه 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 يعني. هوريكم دلوقتي القوام بتاعها، وعندي القالب بتاعي، القالب طبعا زي ما انتوا عايزين
حطيت اهي معلقه من الفانيليا كده، معلقه حلوه كده. تمام. ما عندكيش فانيليا سايله يبقى باكو او 2. لو البيض بتاعك انت عارفه اللي هو ايه بيبقى فيه الزفاره بتاعته عاليه شويه. تمام. والقالب بتاعي دهناه زبده خلاص وركناه طبعا على جنب. هي الخطوتين دول انا بعملهم قبل ما ابدا في الكيك. القالب بتاعي ادهنه تمام، والفرن بتاعي شغله، وبعد كده ابدا بعمل الخليط بتاعي. انا هعمل في القالب ده، بصوا بقى الخليط وهو بينزل انسيابي ازاي، مفيش كلاكيع، حاجه كده واو. حلوه جدا، هتعجبكم جدا، وطريه، فطار، عشاء، حضانه، مدرسه، حاجه كده. بصوا معاكي في اي حاجه، حاجه كده فعلا هتلاقيها خطيره وجميله وسهله. هي مش صعبه على فكره، هي سهله جدا. بس بدل ما احنا بنعمل بنحط اللبن على البارد، لا احنا سخناه. وهدخلها الفرن على الرف اللي في النص، وما تفتحيش عليها قبل ال35 دقيقة. انا لما بلاقي بشم ريحتها بس تعدي ال35 دقيقة ابص عليها. تمام. انا بمسح بقى دلوقتي ايه بقى الحاجات اللي هي ايه الكيكة دي، عشان خاطر الحاجات دي هتتحرق وهتبوظ لي القالب بتاعي. فاحنا نمسحها كده من الاول، يعني ندخل القالب على نظافة زي ما بيقولوا. وهدخل القالب الفرن، ولما تطلع هنشوف شكلها مع بعض عامل ازاي. شايفين اللون خطير، الريحة خطيرة، حاجة جميلة فوق الوصف، مش قادرة اقول لكم، حاجة حلوة جدا جدا جدا. انا طبعا هسيبها تبرد، قصدي انا سبتها تبرد، انا سبتها تبرد. ودلوقتي هطلعها من القالب بتاعي. تمام. وهوريكم هتبقى عامله ازاي. بس انا حاولت اطلعها من القالب كده، لقيت اللي في النص ده ماسك، فطلعتها منه، عملتها بالسكينه كده وطلعتها. بصوا، وده الارضيه بتاعتها، بصوا شكلها عامل ازاي، تسويتها خطيره. بصوا طريه، طريه جدا، انا بقول لكم خطيره. قطعي بقى وحطي عليها الصوص بقى اللي انت عايزاه. انا حطيت عليها صوص شوكولاته، كراميل شغال، فراوله، توت، اي صوص انت عايزاه، لان سكرها مظبوط جدا. يعني دي مع كوبايه شاي هتبقى خطيره، السكر بتاعها مظبوط جدا، عشان كده هتعجبكم قوي. يعني عايزه تحطي عليها اي حاجه شغاله. بصوا، انا الولاد بيحبوها بصوص الشوكولاته، عشان كده حطيت لهم صوص شوكولاته. حاجه كده وهميه، انا مش هقول غير كده. جربوها وفعلا هتعجبكم جدا جدا جدا. هوريها لكم كمان من جوه. بقول لكم طريه طريه، يعني شايفين مستويه وخطيره جدا. عايزينها تبقى اعلى من كده، حطوها في قالب اصغر. شايفين حاجه واو بقى، حاجه واو. اعملوها وادعولي. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتدوسوا على الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.